السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخنا سكيتشن. هنعمل النهاردة البانيه المقلي المقرمش. زي ما كلنا عارفين انه أكلة سهلة وأكلة رسمية لأيام الشغل أو السفر أو أي زنقة عموما. هنعمله مقرمش من بره وطري من جوه والقشرة لازقة ما بتفصلش أبدا بسهولة، لذيذ والطعم لا يقاوم. يلا بينا نبدأ. ممكن تشتروا البانيه متقطع جاهز، أو لو عندكم صدور فراخ مخلية تقطعوها عادي جدا بالسمك اللي انتوا حابينه. انا بحب اقطعه قطع متوسطة، يعني مش قطع رفيعة تنشف في القلي ومش قطع تخينة ما تستويش كويس. كمان ممكن تستخدموا مقدق البفتيك لو عندكم قطعة تخينة وعايزين تفردوها كويس. هخلص تقطيع الكمية كلها وهبدأ في تحضير التتبيلة. عندي بصلاية مبشورة ناعم قوي وعليها علبة زبادي كبيرة. اضافة الزبادي بتطري الفراخ، وكمان هتغنيني اني اغطي الفراخ في بيض وحليب الاول قبل البقسماط. البهارات عندي معلقة كبيرة من الزعتر ونص معلقة كبيرة من التوم البودر ونص معلقة صغيرة بابريكا ومعلقة كبيرة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، وكمان يفضل لو في حبهان بودر اضيف ربع معلقة صغيرة. وهنزل عليهم بعصير ليمونة كبيرة او ليمونتين صغيرين. هقلب المكونات كويس. هنزل بقطع الفراخ واقلبها في التتبيلة لحد ما كل القطع تتغطى كويس اوي. هغطيها واسيبها في التلاجة ساعة على الأقل. خليط التغطية عندي عبارة عن كوباية دقيق وعليها نص كوباية بقسماط ناعم ومعلقتين كبار من النشا، وكمان نص معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة بابريكا وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. هضيفهم في حاجة واسعة وأقلب كويس. الكاميرا كانت فصلت في جزء إضافة البهارات. كمان تقدروا تغطوا الفراخ بالكريسبي الخشن سواء حار أو بارد، أنا بستخدمه أغلب الوقت، أو حتى البقسماط الصيني ده، يعني تقدروا تستخدموا التغطية اللي تفضلوها. هنزل بقطع الفراخ في الخليط وهضغطها كويس بإيدي علشان القشرة تمسك وما تفصلش بسهولة، وهنفضها كويس عشان تنزل أي دقيق زيادة. هخلص الكمية كلها، ومهم بالنسبة لي أسيبها نص ساعة على الأقل في التلاجة قبل القلي. وهنا لو حابين نشيلها في الفريزر ونخرجها على القلي على طول ينفع طبعا، لكن لازم نضيف بين كل طبقة وطبقة كيس علشان نخرجهم بسهولة وقت القلي. في طاسة على نار متوسطة هنزل بزيت غزير، وأول ما الزيت يسخن هنزل فيه بقطع الفراخ. غالبا كل ناحية هتاخد من حوالي 3 ل4 دقايق وهتستوي على طول. أول ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده هطلعها من الزيت على طول على مناديل مطبخ أو على شبكة علشان تصفي الزيت الزيادة. ولو موجود اير فراير هدهنها او ارشها بالزيت وادخلها تستوي وهتبقى لذيذة قوي برضو. البانيه طالع مقرمش بس مش ناشف، طري من جوه، لذيذ جدا، البهارات مظبوطة بالملي. قدمت البانيه مع مكرونة سباكيتي وكمان كولسلو عملناها مع بعض قبل كده، هسيب لكم الفيديو بتاعها في صندوق الوصف. وما ننساش السلطة الخضراء. ولو عجبكم الفيديو وشايفين ان المحتوى مفيد ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اي جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد.